معايا سيدة مجتمع هتشتغل معايا. هي تبع اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. هي هتبقى معانا نموذج لمؤسستنا، مؤسسة النيل العالمية باستمرار. هنشتغل على إن نحفظ ونعلم، وهي قدرتها في اللغة العربية هتأهلهم لإيه يا دكتورة؟ وتعرفينا بنفسك أوي. أنا بحب النواحي الاجتماعية، محو الأمية، تعديل السلوك، وخاصة الأطفال الصغار، أي حاجة تنفع المرأة المصرية وترفع من شأنها، سواء بقى سلوكياتها مع جيرانها، مع أقاربها. وطبعا الموضوع الجديد بتاعنا كلنا اللي هو الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. في ناس كتيرة قالوا الذكاء الاصطناعي ضر وفي نفس الوقت مفيد. في دكاترة بيقولوا بيفيدها في العمليات لأنه بيخلي وقت العملية من دقيقة بتاخد ساعات لدقايق بسيطة. في ناس تانية بيقولوا إن هي تعمل مشاكل مع السنين. أنت رؤيتك إيه؟ وأنت شايفة فعلا إن هو بقى الشغل الشاغل لكل الناس؟ هنا بالنسبة هنا أمانة المرأة اللي احنا شغالين معاهم، واخدين بالهم برضو من الموضوع على مستوى الجدية، وبندور على الجانب النافع بالنسبة للجميع إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة ومصر بخير. وأقول لجمهور مين؟ بنكلم كل حبايبنا في مصرنا الحبيبة، مصرنا العظيمة. ربنا يرفع من شأننا الجميع إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة. واحنا شفنا المكتبة فعلا اللي بتشهد حضارة وتاريخ وجمال. سيد زي فن زمان. الحمد لله. تعالوا بقى نشتغل ونظبط الدنيا كده. استني بس الحمد لله. لغة عربية، لغة عربية وأنا